عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة سارة فاميلي. اليوم جيت لكم فيديو جديد وواحد الوصفة اللي رائعة ديال الحرشة في المقلاة اللي ناجحة 100%، وكتجينا لذيذة بزاف بحال ديال المخابز الكبرى. اكيد غادي تعجبكم الا تبعتوا المراحل، غادي تنجح معكم من اول مرة. ندوزو المقادير والمكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الحرشة هذه. هنا البنات عندي نص كيلو ديال السميده رقيقه البغرير ديال الحلويات. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال الخميره العاديه حبوب، وعندي 2 معالق كبار ديال السكر ونصف كأس ديال زيت المائده. وغادي نحتاج لساشي ديال الفاني وساشي ديال خميره الحلويات وواحد 3 معالق كبار ديال نيدو. وهنا البنات ضفت الملح السميده اللي عندي. انا هنا كيف قلت لكم درت نص كيلو ديال السميده، الملح حسب الذوق. ومن بعد غادي نضيف هادوك 2 معالق ديال السكر سنيده، وغنضيف نصف كأس ديال الزيت، وغادي نسبسب ديك السميده مزيان بيديا، ونحاولوا البنات ندخلوا ديك الزيت في ديك السميده مزيان باش هكا كل حبه كتلبس لينا بالزيت، وكتجينا الحرشه هائله وكتجي مفرتته، ما كتجيش مدقسه ولا كتجي الحرشه من الداخل، كل حبه بوحديتها. كيف قلت لكم البنات غادي نحاول ندخل ديك الزيت في السميده اللي عندنا مزيان بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، باش ما دخلنا الزيت للسميد كتجينا الحرشه غزاله، كتجي كل حبه بوحديتها. وهنا البنات غادي نضيف السكر، ومن بعد غادي نغطي الحرشه بالسلوفان ونخليها واحد الساعه او اكثر على حسب الوقت اللي متوفر عندكم. كيف يمكن لكم توجدوها بالليل بحال هكا والغد ليه طيبوها هي باش ما قعدت في الزيت، باش ما كتجينا الحرشه غزاله. وهنا البنات غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها ترتاح واحد الساعه ونرجع معكم. هنا البنات من بعد ما ارتحت كيف قلت لكم واحد الساعه، هنا غادي نزيد نضيف الخميره اللي عندي، وغنضيف ساشي ديال الفاني مع ساشي ديال خميره الحلويات ونيدو، وغنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخميره اللي هي عاديه حبوب، غادي ندوبها في واحد نصف كأس ديال الماء ونضيفها في الاخير كيف غادي تشوفوا معايا. نسيت ما قلت لكم البنات، هنا الماء خصو يكون عندنا دافئ، فاش غادي ندوبو ديك الخميره كذلك يكون دافئ، وغادي نجمعوه بالماء عينينا ميزاننا. ما غاديش نعطيكم القياس ديال الماء اللي غادي نحتاج على ود كل حرشه. كاينه الحرشه السميده اللي كتشرب، كاينه سميده اللي لا، اللي ما كتشربش لينا الماء بزاف. كيف قلت لكم عينيكم ميزانكم، وانتم غادي تشوفوا معايا القوام اللي غادي نحصل عليه كيف خصو يكون. هنا البنات غناخد شويه من هاد السميده هذه اللي وجدت عندي قبل ما نضيف الخميره والماء، هي باش غادي نقرص هاد الحرشه ديالي كيف غادي تشوفوا معايا.
صافي، وغادي نجمعها بالماء دافئ، ومن بعد غادي نضيف الخميره ونجمعها، وغادي تشوفوا معايا القوام اللي خصني نحصل عليه. ونغطيوها بالسلوفان ونخليوها ترتاح شويه بين ما وجدنا المقيله فين غادي نطيبوها. هذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه بهذا الشكل، ما تكونش قاصحه بزاف كيف كتشوفوا. غنغطيها عليها بالسلوفان كيف قلت لكم، ونوجد المقيله اللي غادي ندهنها بالزبده، ونرشها بقليل ديال السميده اللي ناشفه من غير هذيك اللي عزلنا باش غادي نقرصو كيف كتشوفوا. ومن بعد البنات غادي ناخذ الحرشه اللي غطينا عليها بالسلوفان اللي خليناها ترتاح واحد شويه، تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. غادي ناخدها وغادي نضيفها في في المقيله اللي عندي اللي وجدت معكم، وغادي نقرصها باش تاخد لينا الشكل الدائري ديال المقله. انا هنا هاد المقيله كتهز ليا نص كيلو ديال السميده، كتجيني هي هذيك في العلو ديالها، وكتجي هي هذيك في الكبر. وهنا البنات غادي نحاول نجمعها بهذا الشكل ونرشها بالسميده رقيقه كيف كتشوفوا معايا، وغادي نديرها في المقيله ديالي اللي وجدت معكم ونقرصها باش تاخذ لينا الشكل ديال المقله والحجم كذلك. هنا البنات انا جاتني عوجه، نورمالمون خصني نجيبها في الوسط، مي ماشي مشكل، هاي غادي نقادها معكم. وهنا البنات غادي نحاول نرشها بديك السميده اللي عزلت معاكم بهذا الشكل ونقرصها مزيان. نحاولوا نقادو الجناب مزيان باش تجينا يجي الفوق ديالها متساوي. ومن بعد البنات غادي نحاول نقادها بهذا الشكل كيف كتشوفوا من الجناب باش كتجينا مقاده من الجناب كيف كتشوفوا معايا، كتجي
في الدائرة ديالها هي هذيك، ما كتجيناش مشققة من الجناب. وغادي نعاود ندردر شويه ديال السميده وغادي نديرها في البوطه الطيب فوق النار اللي تكون متوسطه، ما تكونش ناقصه، ما تنقصوش البوطه البنات وما تجهدوهاش، خصها تكون متوسطه كيف غادي تشوفوا معايا. وهنا البنات كيف شفتوا راني ثقبتها بالسكين كيف كتلاحظوا، وغادي نبقى ندورها بهذا الشكل هذا. نحاولوا البنات ندوروها في كاع الجناب باش هكا كطيب لينا من الوسط ومن الجناب. ومن بعد غادي نقلبها. هنا البنات راني قلبتها ولكن لقيتها باقي خصها طياب، غادي نردها تكمل الطياب ديالها كيف كتشوفوا. وانا كنحركها بهذا الشكل باش هكا كيطيبوا لينا الجناب كيف قلت لكم. ومن بعد غادي نقلبها بنفس الطريقه وردها للمقلاة، راها ما كيوقع لها حتى حاجه، ما كتهرس عندنا ما والو. كيف كتشوفوا راني قلبتها ما وقع حتى شي مشكل، ما تشقات من الجناب ما والو. تبعوا غير الطريقه اللي درت وغادي تنجح معكم اكيد من اول مره. صافي البنات غادي نبقى ندورها بهذا الشكل حتى كطيب لينا من الجهه الاخرى كتولي ذهبيه. صافي ونزولوها من فوق النار ونتلاقى معكم بعد ما توجد عندنا. وهذه هي الحريشه ديالنا من بعد ما وجدات، كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه وكتجينا كل حبه بوحديتها ما كتجيش متقسه نهائيا. صراحه كتجي ناجحه 100% من اول مره. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم والوصفه ديال اليوم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في امان الله، الى اللقاء.